السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الأفاضل، إخوة وأخوات من داخل الوطن ومن خارجه، في هذه الأمسية زارني صديقي وأخي وزميلي الأستاذ عبد الرحيم مرزوقي، فساح بنا النقاش حول السياسة الوطنية والأحزاب السياسية، فباشرنا النقاش وتحول هذا النقاش إلى إشراك كل متتبعينا من خلال بلورته عمليا وخلق حلقة استضافة وتكريما لأخينا الزميل سيدي عبد الرحيم مرزوقي، بحيث أن هذا الرجل المناضل الحقوقي والصحفي المتميز ناقشنا معا الأحزاب السياسية التقليدية، واستوحينا عنوان الحلقة من مرابط الخيل وبغال المحرك. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة الجديدة من قناة الحقوق والناس، اليوم نفتح ملفا ثقيلا، ملفا لا يخص حكومة أو حزبا، بل يخص منطقا كاملا يحكم حياتنا السياسية. ضيفي ومعي في هذا النقاش الزميل والإعلامي عبد الرحيم مرزوقي، وأهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحيم. فعنوان حلقتنا كما أشرنا مرابط الخيل وبغال المحرك، وحين يغير الفساد جلده ولا تتغير دار لقمان. أستاذ عبد الرحيم مرزوقي، في كل موسم انتخابي نشاهد نفس الفيلم، الخيول الأصيلة تربط في المرابط، يكمم صهيلها وتمنع من الوصول للميادين، بينما البغال الصفراء تدفع دفعا داخل محرك السلطة، تصدر ضجيجا لكن بلا حركة حقيقية. المعادلة واضحة: تعطيل الطاقات النظيفة وتدوير الأدوات المستهلكة. والأخطر أن هذا العبث وصل مداه حتى صاحب الجلالة فقد الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية، بعدما تحولت من مؤسسات تأطير إلى دكاكين انتخابية تفتح كل 4 سنوات. اليوم في هذه الحلقة سنفكك هذا المحرك معا، سنتكلم عن تروسه الثلاث كما أشرنا أستاذي عبد الرحيم: المال السياسي، والخطاب الموسمي، وتدوير النخب. وسنسأل: لماذا تبقى دار لقمان على حالها؟ ومن المستفيد من إدمان الأزمات؟ والأهم: كيف نخرج من المربط ومن المحرك؟ وكيف نحول رسالة فقدان الثقة من القمة إلى فعل حقيقي على الأرض؟ أستاذ عبد الرحيم، سؤالي الأول لك مباشرة: بعد أن وصلت الأزمة إلى قمة الهرم وفقدت أعلى سلطة ثقتها بالأحزاب، من يملك الجرأة اليوم ليقول كفى ويفك لجام الخيول الأصيلة؟ تفضل أستاذ عبد الرحيم مرزوقي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بداية لا بد لي بصفتي مندوبا صحفيا وفاعلا جماهيريا وحقوقيا السيد عبد الرحيم مرزوقي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لصديقي ورفيقي وزميلي المناضل الوطني الدكتور مصطفى النووي، الفاعل الجماهيري الحقوقي، مدير قناة حقوق الناس، الذي يفتح صدره دوما
لكل الفاعلين الوطنيين الأحرار، وهذا ما عهدناه في الخط التحريري للقناة التي تطارح قضايا الوطن والمواطنين. مرابط الخيل وبغال المحرق، حين يغير الفساد جلده ولا تتغير دار لقمان في كل موسم انتخابي، يتكرر المشهد نفسه بوجوه مألوفة وأقنعة جديدة. فالخيول الأصيلة تربط في مرابطها، تكمم أفواهها ويمنع صهيلها أن يصل إلى الميادين. أما البغال الصفراء فتدفع داخل محرق السلطة، تصطف مصطفة تدور تنجح صحيحا ضجيجا بلا حركة ودخانا بلا نار. هذه هي المعادلة التي تحكم واقعنا، تعطيل الطاقات النظيفة وتدوير الأدوات المستهلكة حتى بلغ الأمر أن صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره وشفاه فقد الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية بعدما تحولت من مؤسسات تأطير إلى دكاكين انتخابية موسمية. أولا، تشريح المحرق الفاسد. منظومة الفساد ليست شخصا ولا حزبا، هي محرق قديم يعمل بثلاث تروس. أولا، ترس المال السياسي، يشتري الدماء قبل الأصوات، يحول الحاجة إلى خضوع والفقر إلى ورقة انتخابية تصرف كل 4 سنوات ثم تسحب. ثانيا، ترس خطاب موسمي، جد الحرباء مع كل استحقاق يتلون خطاب يصبح الفاسد بالأمس مصلحا اليوم، يرفع شعارات الناس هي أول ما يطعنها خلف الكواليس. بعد الإصلاح من داخل المنظومة هو أحد أعمدتها. ثالثا، دور تدوير النخب، الوجوه ذاتها تتبادل المواقع من وزارة إلى النيابة، من إدارة إلى صفقة، الأسماء تتغير والمنهج ثابت، والنتيجة دار لقمان على حالها. ثانيا، لماذا تبقى دار لقمان على حالها؟ لأن الخلل بنيوي وليس شكليا. نحن لا نعاني من نقص القوانين بل من انتقاء في تطبيقها. لا نعاني من قلة الموارد بل من سوء إدارتها واحتكارها. المشكلة أن المحرق مصمم ليعيد إنتاج نفسه، يقصر الخيول الأصيلة، كل كفاءة نظيفة، كل صاحب ضمير، كل مرة يرفض الدخول في لعبة المحاصصة يحاصر ويشيطن، يربط في مربطه، يقال عنه غير واقعي لا يفهم اللعبة. يكافئ البغال الصفراء الولاء قبل الكفاءة، الطاعة قبل النزاهة، من يتقن فن التسويف وتمرير الصفقات يسعد، ومن يفتح ملفا مستبعد يدمن الأزمات أو الفساد لا يعيش في الاستقرار، يصنع أزمة الكهرباء لبيع المولدات، يصنع أزمة الدواء ليفتح سوق التعليم، يصنع أزمة الثقة ليقول للناس لا بديل عنا. وهذه الأزمة وصلت إلى قمة الهرم حتى فقدت أعلى السلطة في البلاد ثقتها بالأحزاب التقليدية التي فشلت في أن تكون صلة وصل حقيقية بين الدولة والمجتمع. ثالثا، الخروج من المربط ومن المحرق. الضمير الحي لا يبحث عن شلال جديد بل عن محرق جديد، والتغيير لا يبدأ يوم الاختراع بل في اليوم الذي يقرر فيه كسر القواعد الثلاث. أولا، كسر احتكار التمثيل، دعم الخيول الأصيلة وفك مرابطها. الكفاءات موجودة في الجامعات، في النقابات، في البلديات، في المبادرات، تحتاج إلى حاضنة شعبية تحميها لا إلى أحزاب تراودها، خاصة مع أن فقدت مصداقيتها أمام أعلى مؤسسة في الدولة. ثانيا، كسر حلقة المال السياسي. المحاسبة لا تكون شعارات بل تتبع مسار مسيرة، من أين جاء تمويل الحملة، من يملك العقود، من يوقع المناقصات. الشفافية المالية هي الصوت الذي يخاف الفاسد. ثالثا، كسر ذاكرة السمكة. الفاسد يراهن
الإنسان كل موسم يغير جلده ويعتمد أن الناس ستغفر أو تتعب دور الضمير إلى أن يكون داخلة الوطن، أن يربط بين الوعود والأفعال بين الأمس واليوم. شكرا جزيلا الأستاذ سيدي عبد الرحيم مرزوقي على هذا الطرح الجميل الذي لخص صورة الواقع الذي نعيشه. فخلاصة القول صهيل لا بد أن يسمع في هذه المحطة التاريخية من تاريخ المملكة المغربية. المعركة ليست بين أشخاص بل بين منطقين، منطق البغال الصفراء الذي يرى الوطن مزرعة خاصة، ومنطق الخيول الأصيلة الذي يراه أمانة عامة. دار لقمان كما أشرتم لن تتغير طالما رضينا أن نكون وقودا في محرك لا يتحرك. التغيير يبدأ عندما نرفض أن نصطف خلف البغال ونفك لجام الخيل ونسمح للصهيل النظيف أن يقود القافلة بدل ضجيج المحرك الفارغ. السؤال ليس متى يأتي الموسم الانتخابي القادم، هل سنسمح للجلد أن يتغير مرة أخرى بينما الجسد الفاسد يبقى هو. فقدان الثقة من القمة رسالة واضحة، والضمير الحي وحده يملك أن يحولها إلى فعل، وهذا ما نتوخاه اليوم. لقد قمنا بمبادرات مع جملة من الفاعلين الجمعويين من مغاربة الداخل ومغاربة الخارج، وفكرنا في تأسيس جامعة شعبية مغربية دورها الأساسي هو تمكين الشباب من الولوج إلى سوق الشغل من خلال تبني ثقافة ديمقراطية تشاركية، من خلال تبني مقاربات تشاركية، من خلال الاعتماد على الفاعل الجمعوي المحلي، لأن التنمية تنطلق من كنه الجمعيات المحلية التي لها ارتباط وطيد بقضايا المواطنين وبقضايا الوطن في كل مدشر وفي كل دوار وفي كل جماعة وفي كل قرية وفي كل مدينة. هذا هو دورنا اليوم. علينا أن نصطف كفاعلين جمعويين للحيلولة دون السقوط في اشترار النكبات. وما يجري ويدور الآن في الساحة السياسية ينم على أننا لا نريد التكرار، فهذا المستوى يدفعنا إلى إعادة طرح السؤال على أنفسنا للخروج من هذه الأزمة المركبة التي لها دوافع، لها عوامل، لها ترتيبات مسطرة خلف الكواليس. نعم، هناك لوبيات، منظومة فساد حاولت أن تقوم بجر الناس في سباقات أنهكتهم، ولهذا أتوجه إلى كل الفاعلين والفاعلات من أجل الاصطفاف وتشكيل وحدة وطنية، جبهة موحدة ضد الفساد والمفسدين، لأنه لا يمكن للأرض أن تنبت زرعا دون أن نقوم ببذر تلك الأرض. فعلى أي حال، جزيل الشكر والتقدير للأستاذ عبد الرحيم مرزوقي على هذا الطرح وعلى هذا التصور وعلى هذه الكيفية التي تناول فيها حلقة مرابط الخيل والبغال في المحرك. فشكرا على تتبعكم، وجزيل الشكر والتقدير لكل مستمعينا. نرجو منكم إشراك القناة والضغط على زر الجرس، وخالص التحية مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.